السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، يا رب دايما كده تكونوا بخير وفي راحة بال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى جايبه لكم وصفة حلوة قوي، حاجة كده شكلها أمراية أمراية بجد، وكمان مش هتاخد معاك أي وقت. بحاول على قد ما بقدر اجيب لكم وصفات ما تخليكوش تقفوا في قلب المطبخ وقت كتير. حتى كمان طريقة تسويتها سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاك اي وقت. ازاي عملنا بقى الوردية القمر دي؟ هقول لكم ازاي بطريقة بسيطة بجد، طريقة بسيطة وسهلة مش هتاخد معاك اي وقت. نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في الوصفة بتاعتنا على طول. بس قبل ما نخش في الوصفة ما تنسونيش بس بالاشتراك وتفعيل الجرس، علشان لسه في مفاجآت اكتر واكتر جاية باذن الله. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه كده عندي مكسرات، اي مكسرات انت عايزاها، وعندي كده حوالي كوبايه سمنه مسيحاها علشان هبدا ان انا ادهن الجلاش. انا هنا عندي جوز هند وعندي كمان سوداني مجروش، طبعا اي مكسرات انت تحبيها. هنا بقى عندي صينيه مدوره ودهنها سمنه. هبدا ان انا اجيب لفه الجلاش كانت حوالي نص كيلو، وهبدا ان انا اجيب كل ورقه وورقه كده وهدهنها سمنه كويس. تمام. الجلاش اللي هنا في الوصفه دي محتاجه ان الجلاش يكون يعني ايه صحيح معايا، ما يكونش متقطع، يكون ورقه كده سليمه، ما تكونش متقطعه عشان ما تغلبكيش. هنا الورق للاسف كان متقطع معايا وكان مغلبني شويه. لما تجيبي الورقه سليمه هتكون سهله معاكي ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. هنا بقى كنت بحاول ان انا الم الدنيا وبحط طبقتين على بعض، كل طبقتين بدهن سمنه سايحه، وببدأ ان انا احط في الارضية. عايزة اعمل طبقة كويسة كده من تحت، يعني حوالي كده ايه، حطيت حوالي 4 ورقات من تحت كده وعلى على الجوانب، وبسيبها لبره كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بجد طريقتها سهلة ومش هتاخد معاك اي وقت خالص. هنا بدهن سمنة بس، بعد كده هدهن سمنة واحط شوية مكسرات. خليكي ماشية معايا بس خطوة بخطوة، وهتطلعي معاكي احلى وردة. احلى وردة هتعملوها بطريقة بسيطة وسهلة خالص. اهم حاجة بس ما تسيبيش اي حاجة كده يعني من الجوانب تكون ما فيهاش جلاش، لازم كل الجوانب تكون مش ظاهرة من الجلاش. خلاص كده، حاجة كده زي الفل. تعالوا بقى نخش ايه في المرحلة اللي بعد كده. هنا لقيت برضك عندي شرايح كنت بحطها، بقولك الورق كان متبهدل، مش عارفة جاي المرة دي متبهدل ليه، ف يعني عرفت اتصرف يعني واعمل. بس كل ما الورق يكون سليم كل ما هيكون اسهل معاكي بكتير. خلاص كده عملنا الطبقة اللي هي في الجوانب. تعالوا بقى نشوف هنبتدي نعمل الوردة الجميلة دي ازاي. هنا برضو دهنتها، كل طبقتين من الجلاش دهنتهم ورشيت عليهم اي مكسرات انت عايزاها. عايزة سوداني، عايزة جوز هند، عايزة اي حاجة بقى، اي مكسرات متوفرة عندكم. تمام. هبدأ ان انا اكشكشها كده زي المكشكشة او زي المروحة، وبعد كده هلفها اللفة القمر دي واحطها في نص الصينية. هقول لكم تاني، اجيب ورقتين من الجلاش وابدا ان انا ادهنها من السمنه اللي انا مسيحاها مع شويه جوز هند او شويه سوداني، وابدا ان انا اكشكشها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وعلى الورده اللي انا عملتها في النص، وهبدا ان انا الف حواليها. هعمل كل لفه الجلاش اللي معايا بالمنظر ده، كل شويه هلف حوالين الورده اللي في النص لحد اما تكمل معايا كل الورده. شفت اسهل من كده؟ سهله وبسيطه وكمان مش هتاخد معاكي اي وقت، وفي الاخر بتطلع منظرها جميل جدا. تنفع معاكي بقى في العزومات. وكمان في بقى شراب كده بنسقي بيها بيديها طراوه غير طبيعيه يا جماعه. هعمل بقى كل لفه الجلاش وارجع لكم. خلاص كده بقى ايه، عملت كل الكميه اللي عندي، عملت شكل الورده بطريقه سهله وبطريقه بسيطه وما خدتش معايا اي وقت. ندهن بقى ايه، ندهن وشها سمنه. بس قبل ما ادهن كنت بشيل الزوايد. شيل الزوايد اللي على الصينيه من فوق كده علشان ما تتحرقش منك. هي دوبك كده على طرف الصينيه، وقطعها بايدك كده بطريقه بسيطه وسهله خالص. مفيش اي حاجه صعبه، كلها كلها كده خطوات بسيطه وسهله، ما فيهاش اي حاجه ولا اي تعب خالص. طيب صينيه الجلاش دي هندخلها على مرتين. اول مرحله كده هدخلها لمده يعني حوالي كده 10 دقايق، تاخد لون بسيط وتستوي نص سوا، وبعد كده هطلعها تاني.
بدهن لازم اشربها كويس كده من السمنه علشان يعني تديني طبقات حلوه. دخلتها حوالي كده 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعه على نار هاديه خالص من فوق ومن تحت. وبدات ان انا اطلعها، هديها بقى الشراب اللي انا هسقيه بيها ده خطير يا جماعه. معايا هنا كوبايه من اللبن، كمان معلقتين كبار من السمنه السايحه، وكمان معلقتين كبار من الكاسترد. ممكن تستبدلي الكاسترد بنشا، وبس اما تحطي نشا هتحطي ايه يعني ظرف من الفانيليا. انا هنا حطيت كاسترد، مش هحط فانيليا لان الكاسترد اصلا بيبقى فيه فانيليا. كمان معلقه كبيره كده هرميه من البيكنج باودر عشان يديني هشاشه و... وايه وقوام حلو قوي للجلاش. هبدأ بقى ان انا اسقي الجلاش بتاعي بالخليط ده كله. انا هنا السمنه كانت سايحه معايا، كانت قصدي متجمده معايا علشان اللبن كان ساقع. اللبن يستحسن ان يكون بدرجه حراره الغرفه. تمام. وقبل ما تحطي الخليط على الجلاش لازم تدوبي الكاسترد كويس جدا. طب مش هتحطي سكر؟ هقولك لا، مش هحط سكر عشان كده كده هسقيها بشربات تقيل. تمام. يبقى حطينا كوباية لبن ومعلقتين من الكاسترد وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. ابدا ان انا اقلبهم كويس واحطهم على الجلاش وهدخلهم حوالي ربع ساعه كمان، واشغل الفرن من تحت. مش هشغل الفرن من فوق لان هي كده كده كانت احمرت. انا عايزه بس الكاسترد يتقل معايا، يعني يستوي معايا في قلب الفرن. هحطها حوالي كده ربع ساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه كمان كده في قلب الفرن على نار هاديه لحد اما تستوي. حطي بقى شربات تقيل وهي طالعه كده، اول ما تطلع من الفرن حطي شربات يكون تقيل، حطيه على وش الجلاش كده مع شويه مكسرات كده، وهتاكلي احلى جلاش ممكن تاكليه. من فوق كده مقرمش، وحطها بقى مقرمشه، والجزء اللي تحت طري ومتشبع كده بالكاسترد، صوص الكاسترد اللي احنا عملناه. جد حلوه جدا، جربوها هتعجبكم. عملنا وصفات كتير تنفع معاكي في رمضان، وما تاخدي يعني ما تاخدش معاكي اي وقت خالص. مش هتقفي كتير في قلب المطبخ، وصفات كلها سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها، ومش هتاخد معاكي اي وقت، وتعتبر كمان مش مكلفة. هاتي لفة جلاش وكمان كوباية من اللبن هتعملي الحلويات الجميلة دي. جد حلوة وسهلة، وان شاء الله هعمل لكم قوائم تشغيل لحلويات رمضان تقدروا تخشوا تستفادوا كتير. لو عجبكم الفيديو بس ما تنسونيش بس بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل الوصفات الحلوة توصل لكم اول باول باذن الله يا حبايب قلبي. اتمنى بقى تقولولي ايه رايكم في الورديه القمر دي. هنا بقى خلاص هقول لكم استنوني الفيديو الجاي، ولسه وصفات حلوة اكتر واكتر باذن الله. مع الف سلامة يا اخواتي، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامة.